اليوم سنتحدث عن خلل الأوعية الدموية الدقيقة في الشرايين التاجية. كما يوحي الاسم، فإن كلمة ميكرو تعني صغير جدا. كلنا نعرف عن الانسدادات التي يمكن أن تسبب النوبات القلبية، كلها بسبب الانسدادات داخل الأوعية الدموية الرئيسية. الآن هذه الأوعية الدموية الرئيسية تفسح المجال للأوعية الدموية الصغيرة داخل القلب. الآن المرض في هذه الشرايين يمكن أن يسبب مشاكل أيضاً، نحتاج إلى معرفة ذلك. لذلك الأعراض الأساسية للمرض. الذين يعانون من هذه الأنواع من الأمراض ستكون مشابهة للانسدادات الكبيرة، مثل ألم الصدر عند المشي، ضيق التنفس عند المشي، والخفقان عند المشي. وهذا هو الوقت الذي يأتي فيه المريض إلى العيادة لفهم ما إذا كان هناك مشكلة في القلب. لذلك الآن في مثل هؤلاء المرضى الذين يعانون من أمراض في الأوعية الدموية الدقيقة، أي في الأوعية الصغيرة جدا، سيكون تخطيط القلب والصدى طبيعيين بشكل أساسي. وعندما نقوم بإجراء اختبار جهاز المشي، سيظهر جهاز المشي نتيجة إيجابية. لذلك عندما يكون جهاز المشي إيجابياً، نوصي عموماً المرضى إما بإجراء تصوير الأوعية التاجية بالتصوير المقطعي أو تصوير الأوعية التاجية. الآن عندما نقوم بهذه الفحوصات، ما يظهر هو أن الشرايين الرئيسية كلها نظيفة، والأوعية الدموية الدقيقة عادة لا تكون مرئية في هذه الفحوصات. لكن تداعيات هذه الظاهرة الخاصة، والتي تعرف أيضاً باسم مينوك أو إنوك، تعني أساساً أنهم معرضون لخطر متزايد للنتائج المستقبلية، ويجب إدارة عوامل الخطر لديهم. الآن هذا المرض أكثر شيوعاً بين الإناث، وعادة ما يكون أكثر انتشاراً بين الأشخاص الذين يعانون من السكري وارتفاع ضغط الدم. وإذا لم يعالج بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى انسدادات أخرى في المستقبل، وأيضاً إلى ما يعرف بفشل القلب مع الحفاظ على الكسر القفي. لذلك الآن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض وهذا التشخيص الخاص يجب أن يكونوا أكثر يقظة في التحكم بعوامل الخطر. يجب عليهم تحسين عوامل الخطر لديهم. إنه ليس مرضاً ظاهراً، ولكنه بالتأكيد مرض خفي يمكن أن يؤدي إلى مرض ظاهر على مدى فترة من الزمن، والذي يمكن أن يكون قاتلاً. لذلك إنه علامة تحذيرية، شيء مثل متلازمة الأيض داخل الشرايين التاجية. ويحدث ذلك لأن طبقة الأوعية مريضة، وهذا المرض مرتبط بعوامل الخطر مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، التدخين، والتوتر. لذلك ما تفعله كل هذه العوامل هو أنها تغير البيئة الدقيقة لهذه الأوعية الخاصة، ويبدأ الالتهاب في الحدوث في هذه الأوعية الدقيقة. عندما يكون هناك التهاب يكون هناك ازدحام ولا يوجد تدفق للدم. لذلك عندما نقوم بعمل تصوير الأوعية، أحياناً في الأوعية الدقيقة التي تكون مريضة بشكل كبير جداً، نجد أن تدفق الدم بطيء جداً. يطلق على ذلك ظاهرة التدفق البطيء. يحدث ذلك لأنه عندما يكون الأنبوب نظيفاً جداً ويمكن أن يحدث التدفق بشكل كامل، يكون التدفق سريعاً جداً. ولكن عندما يكون هناك انسداد في الجزء البعيد جداً، فإن التدفق سيكون بطيئاً جداً. الآن هذا مؤشر على أن الأوعية الدقيقة مريضة بشكل كبير. في السابق كان يعتقد أن هذه الظاهرة ليست، كما تعلم، خطيرة. لا، هي بالتأكيد ليست خطيرة، لكنها تنبيه للطبيب وكذلك للمريض للتحكم في عوامل الخطر بشكل جيد، حتى يمكن السيطرة على الأحداث المستقبلية ومنعها بنجاح. هذا باختصار عن خلل الأوعية الدقيقة في الشرايين التاجية. شكراً.